السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم فاطمة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم شنيك بطريقة سهلة وسريعة وكيجي لذيذ بزاف. وهنا كيف ما كتلاحظوا راني كناخد العبار نتاع كل المكونات اللي غادي نستخدمها في هاد شنيك. وبعض الاخوات قالوا لي ورينا كيفاش كتستعملي الميزان. اذا كنشعلوا الميزان، كنوضعوا عليه الآنية اللي غادي نعمروها بالمكون اللي باغي نعبرو، ثم نضغطوا على زر طاغ باش يرجع لنا الترقيم للصفر. من بعد نكبوا المكون اللي باغي نعبروه. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. هنا راني سنقطع في الزبيب اللي غادي نستخدم الحشو. وهذه هي نوعية الزبدة اللي كنستخدمها للتوريق. وهنا عندي ايضا زبدة العبار. اذا في هذه الوصفة كنحتاجو 600 غرام دقيق ابيض، ما يعادل 6 كؤوس عنبة من هذا الدقيق، وكنحتاجو 50 مليلتر زيت نباتية ما يعادل ربع كأس من كؤوس العنبة، وكنحتاجو ايضا 70 غرام سكر حبيبات ما يعادل أقل من نصف كأس من كؤوس العنبة. أيضا 3 الملاعق حليب مجفف، ملعقة صغيرة ممسوحة ملح، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، 80 غرام من زبدة التوريق، و60 غرام من زبدة العبار. وعندنا أيضا خمارة من فئة 8 غرام وساشي نتاع الفاني، وملعقة صغيرة خل، و260 مليلتر من الماء الدافئ. إلا خدينا العبار بهاد الكأس فغتكون عندنا 26 سنتيلتر. بالنسبة للحشو نتاع الشنيك نتاعنا غادي نحتاجو الكريم باتيسير اللي كنحتاجو فيه نصف لتر من الحليب، 3 الملاعق سكر حبيبات، و3 الملاعق مملوئين من كريمة الباتيسير. وللتنسيم عندنا قشور حامضة صغيرة. كنحتاجو ايضا الزبيب مقطع، عندنا هنا بنوعيه الاصفر والاحمر، وعندنا هنا الشوكولاته مبشوره. اذا في كاسرول كنوضعوا نصف لتر من الحليب، نضيفوا ليه السكر حبيبات، ونضيفوا ليه ايضا 3 ملاعق كبار مملوءه من كريم باتيسير، وبطبيعة الحال قشور الحامض للتنسيم. نحركه جيدا، ثم نوضع الكاسرول فوق نار أقل من المتوسطة مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا الكريمة، ونزولها من فوق النار. غي تدفى نوضعوها في إناء زجاجي ونغطيوها بالسلوفان باش ما تعملش لنا قشرة من الفوق، وملي تبرد نوضعوها في الثلاجة حتى نحتاجوها. وبالنسبة للعجين نتاع الشنيك كنحتاجو 600 غرام نتاع الفورص اللي وضعناها في إنبول. ضفنا ليها الملح والسكر حبيبات، الساشي نتاع الفاني، الخميرة الفورية، والخمارة نتاع 8 غرام، الزيت النباتية، 3 الملاعق حليب مجفف، ممكن تعوضيه بياغورت طبيعي، ملعقة صغيرة خل، ونعجنو الكل بالماء الدافئ أو بماء الصنبور حسب الجو. بالنسبة للماء نضيفوه غير بشوية بشوية. ملي تجمع لينا العجين ندلكوها مزيان، من بعد نوضعوها في إناء ونرشو عليها النشا ونتركوها تختمر في الجو الساخن 45 دقيقة. أما في الجو البارد كتوصل حتى لساعة نتاع الاختمار. وهنا العجين تاعنا اختمرت، نزولوها من لابول ونوضعوها على سطح العمل اللي رشينا عليه القليل من النشا.
ما نفرغوش العجين كليا من الهواء، نبسطوه على سطح العمل، وكل مرة كنقلبوا العجين للجهة الأخرى كنضيفوا القليل من النشا باش ما تلصقش لينا على سطح العمل. وبالنسبة للسمك نتاع العجين تيكون رقيق. وهنا ناخدو زبدة توريق وزبدة العبار اللي ضروري يكونوا في الثلاجة. نحكوهم فوق من العجين. الصراحة زبدة العبار كتخلي هاد الشنيك يجي بنين، لكن الناس اللي تيبغيو التوريق اكثر فبامكانهم يستخدموا الكمية كلها زبدة توريق اللي ممكن يوصلوها حتى 200 غرام، واللي كتعطيهم واحد الفوليوم بالنسبة لهاد الشنيك. من بعد نرشو النشا، ثم نطويوها من 4 إلى 6 سطيات على شكل مستطيل، ونرشوها مرة أخرى بالقليل من النشا، ثم نبسطوها مرة أخرى باش تندمج لنا الزبدة مع العجين. الصراحة هاد المقطع مشى ليا، لكن كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. ونعيدو طيها مرة أخرى من 4 إلى 6 سطيات، ونسدوها بأطراف الأصابع، ثم نطويوها على شكل مسمنة، نغطيوها بالسلوفان ونتركوها ترتاح ما بين 8 إلى 10 دقائق. الوقت اللي غادي ترتاح لنا فيه العجين نرطبو فيه الزبيب بماء الزهر أو بساشيت الفاني مع الماء العادي، والمدة هي 10 دقائق فقط. وهنا من بعد ما ارتاحت لينا العجين نبسطوها في الاول غير بالايد ثم بالمدلك على شكل مستطيل، نرشو دائما بالنشا باش ما تلصقش لينا على سطح العمل. وهذا هو الشكل نتاع الكريم باتيسير من بعد ما خرجناه من الثلاجه، ياخذ الشكل نتاع الاناء اللي وضعناه فيه. كنطربوه بالطراب الكهربائي او اليدوي، ثم نوزع الكريمة على سطح العجين كامل بالتساوي، ثم نقسموا العجين على 2 ونزينوا جهة بالشوكولاتة والجهة الأخرى بالزبيب، ثم نقسموا كل قسم على شكل شرائط، ثم نلويوها على شكل شنيك. وبالنسبة اللي بغاو شنيك كبار يتركوا الشرائط على طولهم، ثم يلويوهم على شكل حلزوني باش نحصلوا على شنيك. واما اللي بغاو الشنيك صغار فيقسموا الشرائط من النص ثم يلويوهم، ونوضعوا الكل على صفيحة فرن عليها ورق الزبدة. بالنسبة لي انا فاختاريت اني نصيبهم صغار. ملي نكملوا هاد العملية نبسطوهم شوية وندهنوهم بصفار بيضاء والقليل من الحليب وقهوة سريعة الذوبان و2 القطرات نتاع الخل، ثم نتركوهم يختمروا. وهنا في الهاشوار كنهرمش في اللوز اللي غليته من قبل في ماء وملح وقشرته، تركته ليلة كاملة فوق سربيته حتى نشف، عاد طحنته باش نحصل على اللوز مهرمش او كومكاسي. وهنا للتزيين وجدت الكونفيتور الخاص بالحلويات، السكر ثقيل، اللوز المهرمش والكوك. وهنا راهم اختمروا، نشعلوا عليهم النار من التحت. الفرن خاصو يكون ساخن بطبيعة الحال، غير يطيبوا من التحت نطفيو النار اللي لتحت ونشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا وبالصحة والراحة. وهذا هو شكل شنيك ملي طاب، صراحة جابنين. هذا بحشوة الشوكولاتة وهذا بحشوة الزبيب. وهنا عطيتكم اقتراحات للتزيين. انا دهنت بالكونفيتور الخاص بالحلويات، ممكن تدهني بالناباج، وزينت باللوز كونكاسي وبالكوك،
وبالنسبة اللي وضعت فيها سكر ثقيل فما ضفتش ليها الكونفيتور. كنتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم وتستافدوا منها ولو القليل. ما تنسوناش من اللايكات والبارتاج والاشتراك وتعاليقكم المحفزة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فيديو جديد.